السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي المتابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ما تنسوش تصلوا على النبي، وتذكروا اللي عندي في التعليقات، وتحطوا اللايك بايديكم القمر عشان انتوا قمر، وتشتركوا في القناة كده، وتعليق منكم حلو. انا بشكركم وبشكر الناس اللي كتبت لي كومنتات جميلة. انتوا اصلا ناس جميلة والله العظيم. يعني انا مش عايزة اقول لكم انتوا فرحتوني قد ايه، بس يا رب الفيديو ده يعجبكم زي الفيديو بتاع المرة اللي فاتت يعني. ويا ريت كلكم كده تشجعوني. واللي يتفرج على الفيديو، يعني انا بشوف في ناس كتير بتتفرج على الفيديو بس مفيش اشتراكات، مش عارفة ليه. يعني انتي لو عملتي على كلمة اشتراك واشتركتي كده مش هتزعلك في حاجة. يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، أنا وكل السامعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم امين يا رب. النهارده بقى الفيديو معاكم هيبقى حلو وجميل. مش عايزه اقول انا هعمل معاكم ايه، بس خلينا مع بعضنا كده لان الفيديو فيه حاجات كتير بصراحه. هعمل الاول كده صينيه بطاطس بالفراخ. هي مش فراخ بصراحه، هي هياكل، بس طعمها حلو ومفيرة. هنا بقى قشرت البطاطس وبصل وهغسلهم غسلة محترمة كده، اغسلهم مرتين. هنا بقى ايه، انا بصراحة حبيت فوق. ليه؟ لان الاضاءة فوق حلوة وكده على الطبيعة، لا اضاءات بقى ولا اي حاجة. حاسة ان كده الطبيعة كده سبحان الله حلو. والاكل اللي فوق طعمه يعني على الكانون طعمه حلو قوي 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 عن الغاز. سبحان الله، في فرق جامد. يعني انا عملت معاكم الكشري امبارح، والله العظيم انا عايزه اقول لكم كل اللي كل منه يقول في طعم كده مختلف، في طعم اكنك مثلا عارفه انتي لما تكوني عامله الاكل ده بزبده بلدي او بحاجه، هو نفس الطعم كده. والله العظيم ما بكدب عليكم، طعمه كده فيه طعم مختلف. وصينيه البطاطس نفس النظام. انا بصراحه كنت بستغرب، انا كنت مفكره ان هو هيبقى ايه الصراحة، يعني بأمانة ان هو هيبقى توفير بس في الغاز، لان الغاز زي ما قلت لكم كده. بس هو بصراحة الموضوع فرق في الطعم جامد. فبلاش نتكلم كتير. يعني المهم احنا عملت البطاطس اقطعها معاكم شرايح، اقطعها بقى معاكم شرايح كده والبصل. انا بقى كنت غسلت البطاطس مرة واتنين. ماشي حاضر. غسلتها مرة واتنين وقطعتها بقى معاكم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حلقات كده. بس يا ماما نام. وهحطها بقى، هقطع الكمية كلها، وهجيب بقى الصينية اهو. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت كل شويه عشان مش عايزه الفيديو يبقى طويل عشان ما تزهقوش طبعا، كنت كل شويه اقوم افصل الكاميرا وارجع اكمل، افصل الكاميرا وارجع اكمل اهو. بس تعبي كله فداكم بجد والله. هنا بقى جبت الصينيه، كنت قطعت البطاطس كلها. بقى مليت الكوبايه كده هغسل الصينيه. هنا الفراخ كنت غسلها غسله محترمه، هي مش فراخ هي هياكل. غسلها غسله محترمه، ملح وليمون ودقيق، وكنت نقعاها يعني حوالي ساعه كده. وهنا بقى هبدأ ارص النص هنا والنص التاني في صينيه تانية. هياكل مقطعاها يعني اجنحه وكده. هرش بقى على الفراخ ملح وكمون وفلفل اسود وكزبره. هو البرطمان ده انا حاطه فيه كمون وكزبره وفلفل اسود، واحط بقى عليه شويه طماطم كده على الفراخ. وهبدا بقى انزل بالبطاطس هنا بالبصل. هقطع معاكم بقى شرايح كده على الفراخ، وبعد كده بقى هنزل عليها بالبصل.
البتاع، معلش انا اسفة، البطاطس وهنزل بقى بالبطاطس عليها، وهنزل بقى احط على البطاطس برضو ايه، انا بحط هنا كمية يعني بقى، انا عاملة ده في اسماء على صينيتين يعني، عشان الفراخ تاخد راحتها كده في السوا وتستوي كويس. حط بقى ملح على البطاطس عشان الاكل كله يبقى البطاطس ملحها مظبوط والفراخ ملحها مظبوط، ورشة بقى من الكمون. واحط بقى الطماطم، هنا كنت عاملاها في الخلاط، عصراها في الخلاط. الفلفل بقى هنا فلفل، كان معايا فلفل احمر وفلفل اخضر غسلاهم، بس كنت ناسيه احطهم فوق البصل يعني، بس مش مشكله. اهو هعمل بقى نفس الصينيه التانية، نفس النظام. احط بقيه الفراخ، واحط على بقى نفس اللي عملته في الصينيه التانية الاولانيه هعمله في التانية. طبعا غسله الفراخ كويس، غسلتها قبل ما اطلع عشان فوق طبعا المكان يعني مش هيساعدني ان انا اغسل وكده. والله هي انا عملت صينيتين البطاطس كده، وما عملتش جنبيهم اي حاجه، شويه مخلل من اللي انا كنت عاملاهم معاكم، وعيش طري. وبصراحه اتغدينا، كانت غدوه حلوه، مرضتش اعمل جنبها اي حاجه، قلت اخليها هي كده خفيفه يعني، ولا مكرونه ولا رز ولا اي حاجه. وكمان قلت انا لسه عامله كشري امبارح، كان فيه مكرونه ورز وحاجات كتير، فقلت بلاش يعني، فاهم انتوا اكيد فاهمين. هنا البطاطسية كنت ناسيها ما اتخرطتش، فخرطتها معاكم. حط بقى كمية البطاطس، وهنزل عليها بالملح والكمون وبقية الطماطم. ايوه عشان حاجة يسووك. هعمل بقى معاكم هولع معاكم بقى الكانون من الاول. بصوا انا كان عندي، هولع بقى معاكم من الاول كده. انا كان عندي اللي هي شكاير قديمة كده واكياس وحاجات. بصوا انا بولع فيها كده في الاول، لا بحط بنزين ولا بحط اي حاجة خالص، هو اكياس كده، وابدأ بقى اولع في الاكياس. والاكياس بقى بصوا واحدة واحدة اهي كده، وبروح حطاها وبتروح بقى مولعة. هي بقى كده بتبدأ تولع وكله بياخد من بعضه. بصوا تلاقيها ولعت، وبقى كرتونة عندك ورقة كده، بتبدأي بقى تحطي الخشب اللي عندك، اي حاجة عندك بتبدأي تحطيها بتروح مولعة. انا بقى هنا بقى كنت بحط الخشب اللي هو الخفيف، بحيث ان هو يمسك في النار على طول فتروح مولعة. شايفين؟ الشكاير والاكياس والحاجات دي بتساعد ان هي تولع على طول.
هنا بقى كنت ولعتها والبطاطس بتغلي. انا عايزه اقول لكم ان هي اسرع من البوتاجاز، تصدقوا بقى دي يعني. مجرد ما بتولع كده بتبص تلاقيها غلت والحاجه استوت معاكي على طول. انا طبعا مخصصه فوق فوطه لفوق بمسك بيها وكده. عايزه اقول لكم طعم الاكل بيهون عليا المنظر بتاع الصواني والحلل والحاجات دي. بس احنا قدها الحمد لله، بمسكها يعني ولا كأنه حاجه حصلت فيه. وهقلبها بقى معاكم كده وهروح مغطيها بقى. بصوا هنا كانت استوت خلاص. هروح شايلها بقى واروح حتى تاخد وش في الفرن. عندي الفرن اللي انا بخبز فيه في نفس المكان يعني، ولا هنزل ولا هطلع. هنا بقى كنت حاطاهم الاتنين في الفرن. مولعه الجوانب بس ياخدوا وش وخلاص. هنا بقى كنت مسحت البلاطه بتاع البوتاجاز كويس عشان البتاع اللي كان فيه صواني. وهنا بقى قلت طالما انا ولعت بقى الفرن اقمر بقى بالمره. وقمرت بقى معاكم هنا في الفرن بتاع الخبيز. وبس هنا بقى جبت فراخ كتاكيت قلت لما اصورها لكم. بصوا الحلاوه ما شاء الله اللهم بارك. كل اللي يشوفهم كده يذكر الله، ربنا يبارك لي فيهم يا رب. دول. بصوا انا بجيبه بقلبه وبحطه على ايدي كده. ليه؟ الكتكوت لما تحطيه على ايدك كده ويتقلب منك على طول وتلاقيه من ورا كده نضيف، مفيش اي اسهالات ولا في اي حاجه، تعرفي ان الكتكوت ده نوعيته نضيفه. هنا بقى فرشت لهم الارضيه. هو المكان مش واسع، بضيق كده في الاول وبعد كده بوسع سنه بسنه. واستقبلتهم على محلول اللي هو الميه بسكر. ما بجيبش اي حاجه من عند الصيدليه ولا من عند البيطري ولا اي حاجه. حطيت لهم ميه بسكر وعلفه ناعمه اللي هي دي. واللمبه الصفرا اهم حاجه التدفئه، ان هم يكونوا مدفيين كويس. واللنده فوقيهم يعني بينهم وبين اللنده مثلا بتاع متر او اقل من المتر شويه. هنا بقى قلت نزلت بقى من عند الفراخ بتاعتي. طبعا كان عندي تسويقه والمطبخ مقلوب والصواني اللي عملت فيها البطاطس والمواعين بتاع الغدا. بس احنا الحمد لله احنا قدها وقدود. اعذروني على التصوير ده لان التليفون كان مقلوب. بصوا بقى منظر المطبخ. هنا بقى التلاجة غسلتها بمية سخنة وعقمتها بخل وصابون. وبصوا خليتها فل. وغسلت الخضار. انا بديلكم كده لقطات سريعة عشان مش عايزة اطول معاكم الفيديو. هنا بقى كنت غسلت الرخامة والحوض. بصوا خليته شمعة شمعة كده. والبوتاجاز والأرضية